احنا دلوقتي في الطريق رايحين مدينة بورسعيد. هنكتشف مع بعض كتير من أماكنها الجميلة. هي فيها جناين وشواطئ وأماكن جميلة أوي. وبورسعيد طبعا مدينة ساحلية، والمية بتحوطها من كل الاتجاهات. شمالها البحر المتوسط، وجنوبها وغربها بحيرة المنزلة، وشرقها طبعا من قناة السويس. كان ممكن نروح بالأتوبيس أو بالميكروباص، ولكن قررنا إننا نروح بالقطر، رغم إنه بياخدها في مدة طويلة وبيقف كتير وبيلف لفة طويلة، إلا إنه آخر حوالي 60 كيلو وبيمشي جنب قناة السويس على طول. وده بيخلينا نستمتع بمناظر جميلة في السكة، وبنقدر برضه نشوف السفن اللي ماشية جنبنا في القناة. هسيبكوا شوية بقى مع المنظر. هنعدي مع بعض دلوقتي تحت واحد من أجمل الكباري في مصر، كوبري السلام. كوبري السلام اتبنى سنة 2001 واشتغل فترة، ولكنه للأسف مش شغال بقاله كذا سنة. هو بيربط ما بين محافظة إسماعيلية وشبه جزيرة سيناء، تحديدا في مدينة الأنطرة. وأخيرا وبعد رحلة طويلة وصلنا. أول ما طلعنا من المحطة خدنا تاكسي على طول عشان يودينا بيت الشباب. هو التكاسي هنا ميزتها إن هي ليها تسعيرة ثابتة، وأرخص عامة من معظم المحافظات، وخاصة من القاهرة واسكندرية يعني. بورسعيد فيها أماكن كتير الواحد ممكن يبات فيها فنادق كتير، منها اللي على البحر ومنها اللي على قناة السويس. لكن لو حد بيدور على حاجة ما تكونش غالية وفي نفس الوقت تكون نظيفة وتقضي الغرض، فبيت الشباب مناسب جدا. وفيه برضه جزء للعائلات، وبيكون بالفطار، والأوض كلها مكيفة ونظيفة، وكتير منها شايف البحر. ريحنا شوية في الأوضة ونزلنا بعد كده ندور على أكل. لقينا مطعم مصري قريب جدا من بيت الشباب، وجربنا الكريب بتاعه وكان لذيذ قوي. قعدنا ناكل وسط الجناين الجميلة اللي في شارع مصر، وبعدين قمنا نتمشى شوية. رحنا بعد كده نشرب حاجة من كافيه جميل اسمه بلاك فوكس، موجود برضه في شارع مصر. خلصنا شارع مصر وطلعنا عند واحد من المساجد الجميلة في بورسعيد، مسجد الشاطئ. مسجد الشاطئ بناه الجيش سنة 78، وهو قريب من البحر لدرجة إن السفن اللي بتعدي بتشوفه من بعيد. رحنا بعد كده حديقة المسلة، واحدة من أشهر الأماكن في بورسعيد. حديقة المسلة افتتحها جمال عبد الناصر سنة 58 احتفالا بانسحاب العدوان الثلاثي من مصر، وفيها بعض التماثيل اللي بتوثق بطولات أبناء بورسعيد ضد العدوان الثلاثي، وفيها برضه متحف للفن الحديث. من أكتر الحاجات اللي بحبها في بورسعيد إن الشواطئ والجناين مفتوحة للناس كلها بدون تذاكر ولا أسوار، ودايما متحافظة على نظافتها. كنا عايزين نلحق نروح معدية بور فؤاد قبل المغرب، فبدأنا نتجه ليها. المسلة كانت باينة من آخر الشارع بمنظر جميل أوي. عدينا سريعا على الممشى السياحي أو ممشى دريسبس في طريقنا للمعدية. وصلنا المعدية، واحدة من أهم معالم بورسعيد. دلوقتي هنعدي من مدينة بورسعيد لمدينة بور فؤاد. هنعدي في قناة السويس من قارة أفريقيا لقارة آسيا. المسجد اللي هيجي في وشنا دلوقتي هو مسجد المجمع الإسلامي.
وفي الشتا دايما بيبقى في نوارز بتطير حوالين المعدية، نقدر ان احنا نأكلها وبتبقى شكلها حلو قوي. معدية بيقدر يعدي عليها افراد وعربيات وكمان اتوبيسات، ومجانية تماما. لفينا شوية في بور فؤاد واتفرجنا على الفيلا الجميلة اللي هناك، لكن للأسف ما كانتش باينة كويس في الفيديو. رجعنا بورسعيد، وفي اتجاهنا للغدا عدينا على حديقة جميلة اسمها ساحة مصر. حديقة لسه جديدة، تعتبر على ممشى ديليسيبس على طول، وقريبة جدا من البيت الإيطالي وفنار بورسعيد، ودول اللي هنشوفهم مع بعض بكرة إن شاء الله. الحديقة فيها أكبر تمثال برونزي في الوطن العربي لست مصرية لابسة تاج وشايلة قرص الشمس عشان تستقبل السفن اللي داخلة قناة السويس. رحنا بعد كده عشان نتغدى في مطعم اسمه مودز برجر قدام ساحة مصر على طول، وهو مطعم جميل بيعمل سندوتشات وبطاطس، وبحس ان البطاطس بتاعته مميزة عن باقي المطاعم. جربنا بطاطس بالجبنة الشيدر وبطاطس بالباربيكيو وبطاطس شيدر بالباربيكيو، بس دي حسيتها غريبة شوية والطعمين كانوا داخلين في بعض. جبنا بعد كده السندوتشات وقلنا نجرب حاجة مختلفة شوية، جبنا برجر بالأناناس. هو ما عجبناش قوي، بس باقي السندوتشات كانت حلوة قوي. للأسف دي كانت نهاية اليوم، كان يوم قصير بسبب اننا وصلنا متأخر، لكن لسه بكرة هنلف أماكن كتير. هنشوف مع بعض حديقة فريال، فنار بورسعيد، وأماكن تانية كتير. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك، وانتظروا إن شاء الله الفيديو الجاي لليوم التاني في رحلتنا لبورسعيد.